السلام لكم متابعينا الأعزاء ومشاهدي برنامج رسالة خير في حب الغير. في برنامجنا اليوم والحلقة السادسة عشان نطرح على مسامعكم موضوع مهم جدا بعنوان التواضع، الذي أجد الكثير تغافل عنه. فالتواضع رسالة محمدية، وكل الرسل كانوا بهذا المبدأ، بمبدأ التواضع. فمن تواضع لله رفعه درجة. والتواضع تجلب قلوب الكثير لك ولمحبتك، وأيضا تجعلك في المناصب العليا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويرفعك الله درجات عنده. فالمتواضع تجد له القبول بين خلقه، تجد له التيسير في أموره، تجد أيضا له القبول في سماع كلماته، توجيهاته، رسالته. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أسمى سمة وهي التواضع. فكل سمات العظماء تتمركز على التواضع. لذلك من تجده متواضع تجد له الحب والقبول، وتجد له المكانة بين قلوب الناس. فمن تواضع لله رفعه درجة. فأنصحكم كل إنسان في هذه الحياة لا يستحقر أو يتكبر أو يجد نفسه عظيما، وهو شيء بسيط جدا، وهو مساوي لخلق الله بكل شيء. فالتواضع هي الدرجة الوحيدة الذي ممكن قد تنالها رفعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلن أدع لكم هذا القرار، بل سأوصيكم به وأقول لكم تواضعوا لكي تنالوا رفعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهلا وسهلا. طبعا من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان جئنا لزيارة المرضى، وهذا واحد من المرضى الله يعافيهم يا رب. هي قوية، وإن شاء الله كل مرضى هنا بينتصروا على السرطان بقوتهم إن شاء الله، ومكافحتهم ومقاومتهم. نسأل الحبوب السؤال واحد: من تواضع لله رفعه درجة. يا سلام، مبروك، ألف مبروك، إجابة صحيحة، وهذا الجائزة. مبروك يا ماما. تحياتي طيبة لكم والسلام. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأكارم في برنامج رسالة خير في حب الغير، في الفقرة الثالثة في رسالة مشهور. طبعا نقدم لكم اليوم مشهور ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد، أستاذ جدي ومكافح ورائع ومتميز أيضا، وإنسان قدم بصمة كبيرة في المجال الفني، وأيضا مهضوم جدا في الوسط الفني، لأنه قد ممكن لم ينال حق الاستحقاق بأعمالها الجبارة والكبيرة. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا بالأخت خويلة محمد، الشاعرة والكاتبة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما نتابع أعمالك، نتابع مقولاتك، نتابع أشعارك، فأنت رائعة. أستاذ كبير بهذا الفنون العظيمة والعظمة في مكانتك في الوسط الفني، يتابع إنسان متواضع مثلي، شرف كبير وعظيم. فأهلا وسهلا بك في برنامج أستاذ صالح. فحابة أقول لك ما رسالتك في التواضع في برنامجنا هذا، رسالة خير في حب الغير. ما حديثك المتواضع البسيط عن التواضع؟ موضوع التواضع موضوع صفة كبيرة، هي من صفات الأنبياء وصفات الرسل، صفات العظام. كل عظيم متواضع، هذه حقيقة. وكل إنسان مغرور هو ذلك الإنسان الجاهل الذي لا يفقه ولا يفهم ولا يثق في نفسه ولا يثق في عقله ولا في تفكيره. فكل إنسان مغرور هو يحمل هذه الصفة. وكلما زاد الإنسان علما وأدبا وفكرا وشهرة زاد تواضعا، لأن التواضع من صفات الأنبياء، التواضع صفة من صفات المؤمنين، التواضع للأقوياء والشجعان دائما. نعم. فلماذا الغرور ولماذا التكبر؟ والله خلق الإنسان وخلق الطبيعة ببساطة. إذا كان الله أقرب للإنسان من حبل الوريد، فكيف الإنسان بأخوه الإنسان يتكبر عليه، أو أنه يغتر بشيء معين، أو يرى نفسه أنه فوق الجميع؟ فمن رأى نفسه فوق الجميع فليعلم أنه تحت أقدامه، ومن رأى نفسه أمام الجميع أخا كان أقرب إلى القلوب وأقرب إلى العقل وأقرب الناس محبة وصفاء ونقاء. فأنا كلما أنظر إلى إنسان متكبر صراحة أراه كالشيطان،
تمام. لأنه إبليس الذي المغرور الذي قال أسجد لبشر خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، يعني أيوة صفات، هذه صفات الشياطين، صفات إبليس. أما التواضع لا يزيد الإنسان إلا رفعة ولا يزيده إلا شموخ. كم رأينا من أناس نكثرهم ونحبهم ونكن لهم الاحترام والتقدير ويحبهم المجتمع لصفة التواضع، وكم من أناس منبوذون بسبب الكبر والغرور. مثلا الأخت خويلة، تمام، قمة في الأخلاق والتواضع، ما رأيناك إلا مع الناس البسطاء، مع الناس المساكين، وهذا يزيدك رفع عند الله وعند الناس. الله يكرمنا، ولذلك كثير محبينك لأنك من هذا النوع. متشرف والله، الله يحفظك. شكرا أستاذ. فعلا هو تحدث عن التواضع، وهذه هي القيمة الكبيرة رغم مكانته فيه، فهو في قمة في التواضع والأخلاق. شكرا يا أستاذ صالح على تنويرك برنامجي، وإن شاء الله رب رسالتك توصل للقلوب. يعطيك العافية. آخر كلمة تحب توجهها للناس؟ الكلمة التي أحب أوجهها إنه نحب بعض، يعني نحب وطننا، نحب بعضنا، وسنكون مجتمع صحي خالي من العاهات، خالي من الأمراض، خالي من المتكبرين، خالي من المغرورين، خالي من الكذابين، وسنكون مجتمع راقي يرضى الله عنا ويرضى ديننا ونرضي أمتنا بإذن الله. شكرا جزيلا لكم متابعينا، انتظرونا في حلقة أخرى ومع شخصية أخرى. إلى اللقاء.